تعالوا حضن هم خلاص هكروا اللعبة وعرفنا اللي فيها. النادي الاهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا ويصل للنقطة 62 بونت، يصل للنقطة 62. وعندك نادي بيراميدز 58 نقطة وعندك فيوتشر 54. والنادي الاهلي فارق عن بيراميدز باربع ماتشات، 3 في 4 الدوري خلاص الدوري خلص. النادي الاهلي يطمئن جماهيره. اي نعم الاداء مش مقنع نوعا ما، ولكن في روح واداء في الملعب، وفي ركلة جزاء صحيحة 1000000% مع سبق الاصرار والترصد وحبس 6 شهور. ضربة جزاء لكهربا صحيحة في بداية المباراة، ولكن لو كانت من اول مرة كانت هتتحسب ضربة جزاء خلصانة 1000000%. ولكن كهربا لما جري خطوتين الحكم حس ان هو بيدعي الوقوع واداله كارت اصفر. ولكن كهربا لو اول ما انداس على رجله وقع، ضربة جزاء صحيحة 1000000%. وهدف لحسين الشحات ولا اروع. الحقيقة تتقال، حسين الشحات خد كرة من متولي الاول، في الثاني زربين جول، خلصت. حسين الشحات خلص الماتش برغم ان فيه كور كتيرة جدا وفرص كتيرة جدا اهدرت عن طريق بيرسي تاو، جونين مؤكدين. ولكن بيرسي تاو الاولى جات له يعني كرة غريبة جدا، كورة من اغرب الكور اللي جات له عن طريق محمد شريف، قطعها من المدافع هوب بصاها لبيرسي تاو، بيرسي تاو وداها. ولكن لو بص ان محمد بسام متقدم عن الجون وكان خلاص اترمى والجون فاضي، ولكن بيرسي تاو لما جه شاط الكوره ما شافش اصلا ان محمد بسام موقعه في انهي حته في الجون. محمد بسام كان بره الجون خالص. يعني لو بيرسي تاو هدي على الكوره كان زريبين من اول مره كان خلص. كرة تانية جات له عن تقريبا حسين الشحات بصها له، هوب بيرسي تاو قطع بيها شاطها جت في السوكه. ولكن بيرسي تاو اداؤه النهارده وتحركاته كانت بتوصله للجون باكتر من كوره، وبسلاسه كان ممكن يحطها ويحرم النادي الاهلي من هدفين محققين. غير ان حسين الشحات ضيع اكتر من كوره. ولكن انا عايزك تبص لاداء مروان عايزك تبص لاداء مروان من غير ما يطلع بالكوره حتى. عايزك تبص لتحركاته، انت فاهمني؟ عايزك تبص لحركات مروان عطية في الكورة، عايزك تبص الاداء وتحركات متولي ديانج. في تحركات ممتازة جدا عملها لاعيبة النادي الاهلي النهاردة، ولكن الفينش الاخير ما كانش افضل حاجة. فبالتالي طلوع النادي الاهلي النهاردة بهدف وحسم ال3 بونت في اداء وفرص مؤكدة انك تخلص الماتش ب3 ولا 4، والحمد لله ان هو ما كسبش 3، مش ناقصين تحفيل، احنا اصلا غلبة وعلى الله. فبالتالي فوز النادي الاهلي النهاردة بنتيجة 1-0، يعني من وجهة نظري بالاداء اللي حصل من لاعيبة نادي سيراميكا النهاردة انا عايزك تركز في لعبهم كله في ال18. فبالتالي كان صعب جدا على النادي الاهلي يفوز بالمباراة باكتر من واحد، في اكتر من كرة جات لاكتر من لاعب. ولكن فوزك النهارده بواحد انت عرفت تاخد اللي انت عايزه من الماتش. 1 2 3 9 زيهم زي بعض. ولكن مباراة الوداد هو ده يعتبر كان سيناريو لمباراة الوداد. في مباراة الوداد مش هينفع تضيع الفرص اللي بتضيع دي، لان في ماتش الوداد صعب يجيلك فرص بالكم ده. فبالتالي النادي الاهلي واجب عليه قدام الوداد يقفل دفاعاته بشكل كويس. عندك 2 خط وسط، السولية وديانج النهاردة عملوا مباراة اكتر من رائعة. عندك خط الدفاع عمل مباراة اكتر من رائعة. ولكن عندك حارس يعتمد عليه وهو شوبير، حارس صاعد واقسم بالله ممتاز جدا. شوبير اختبر النهارده في كورتين مهمين جدا كان ممكن يقلبوا لك الماتش. هما الكورتين الوحيدتين اللي راح بيهم سيراميكا تصدى ليهم شوبير،
يعني بذكاء جدا. كرة اتعملت من عليه تشيب وقدر يمسكها بشكل كويس جدا، وكان فايق بشكل كبير ما شاء الله. علشان نزل والله العظيم بنسمي وبنصلي حتى قبل ما نبدأ الفيديو. ولكن اداء النهارده شوبير اداء مطمئن لجماهير النادي الاهلي. وفي اخبار بتقول ان الشناوي جاهز لمباراه الوداد ومستقتل ان هو يلعب مباراه الوداد، ولكن كل التوفيق لاي حارس منهم ايا كان. شوبير، علي لطفي اللي ان شاء الله هيرجع من الاصابه، عندك حمدي فتحي كانت كدمه بسيطه وان شاء الله هيقدر يرجع من الاصابه. في نقطه بقى ما عرفتش اتكلم فيها في الفيديوهات اللي فاتت لان الاحداث كانت متلاحقه، وخبر مهم جدا جدا جدا. نادي الزمالك، ركز معاه في الكلام ده عشان مهم. نادي الزمالك يتقدم بملف اعاده مباراه السوبر بين النادي الاهلي. احلف مش مصدق والله، احلف والله العظيم بجد، اقسم بالله نادي الزمالك يتقدم بملف. هو احنا مش خدنا كاس الكرامه وخلاص وخلصنا وقفلنا الموضوع ده؟ بيتجدد ليه بقى؟ سؤال بيطرح بلح. هو احنا مش خدنا كاس الكرامه يا كابتن جيمي؟ صح يا كابتن جيمي؟ ليه بنفتح الموضوع ده تاني؟ كفايه نتحرم بقى 2 سوبر متتالي، وكفايه ان احنا ندفع غرامه مليون جنيه غير الغرامه بتاعه شيكابالا اللي اخرها يوم 1/6، ولو النادي الزمالك ما دفعهاش هيتوقف من فترتين ل3 فترات. اقسم بالله اللي بيحصل في نادي الزمالك ده عيب وحرام، ولكن العيب الاول والاخير على الاداره. لكن ذنب جمهور نادي الزمالك ايه؟ سؤال بيطرح بلح. ذنب الجماهير دي كلها ايه؟ ذنبنا احنا ايه في القصه دي؟ نادي الزمالك مش بينهار بقى، نادي الزمالك انهار. ده بيقول لك ان في مستثمر عايز يشتري نادي الزمالك. طب وبعدين؟ هو نادي الزمالك اولا واخيرا هو مش للبيع، ولكن في الظروف اللي في نادي الزمالك فيها دي، انت متخيل ان نادي الزمالك بيعرضوا على رجال اعمال يمسكوه؟ واصله معاك؟ نادي الزمالك بيتعرض على رجال اعمال يمسكوا نادي الزمالك عشان يصرف عليه. انت متخيل ان نادي الزمالك يبقى رجل اعمال ماسكه وهو اللي متحكم اولا واخيرا فيه؟ يا خرا يا جدعان، والله العظيم نادي الزمالك اقسم بالله نادي كبير وما ينفعش اللي بيحصل فيه ده، ولكن احنا اللي عملناه في نفسنا كإدارة. نتعلم بقى الإدارة من النادي الأهلي. بنشوف ان النادي الأهلي عامل لك سقف للتعاقد مع اللاعبين، اقصى حد مثلا 15 16 مليون 19 مليون. احنا كنا بنوصل ب100 مليون، فاكرين؟ بنوصل ل60 مليون، بنوصل ل40 و50 مليون، غير ان انت عندك لعيبه بتتعاقد معاها ب2 3 مليون وبتصعد ناشئين ب850 الف. انت متخيل؟ لازم يبقى في كوارث في اوضه اللبس بعيدا بقى عن الاداره. لا، اوضه اللبس نفسها فيها كوارث. اغيثوا نادي الزمالك. واخر كلامنا، مبروك لجمهور النادي الاهلي المحترم. وبعدين اقسم بالله انا بشكر جمهور النادي الاهلي لانه في الفتره الاخيره بيدعمني بشكل كبير جدا، وعلشان انا يعني وانا بتكلم على فكره كلام عادي وكلام الناس كلها شايفاه، ولكن جمهور النادي الاهلي الواعي المحترم وجمهور نادي الزمالك المحترم عارف ان انا بتكلم بكل صراحه. ما عنديش هنجامل نفسنا، هنضحك على نفسنا. مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم المحترم، وهارد لك لاعيبه سيراميكا اللي كانوا مبلطين في منطقه ال18 النهارده. وقبل ما نقفل الحلقه يا ريت تقول لي توقعاتك في خانه الكومنتات تحت عن مباراه النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا مع الوداد. يا ريت تسيب لي توقعاتك في خانه الكومنتات. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.